انا فاكر اول مره قررت ان انا اتعلم 3 دي كنت مفكر ساعتها ان البرامج كلها زي بعض، وما كنتش اعرف اي حاجه عن الامكانيات اللي بتشغل البرامج دي. وعمري ما انسى اول مره جربت اعمل فيها رند. فريم الواحد قعد 5 ساعات يرندر من كتر صوت الجهاز وسخونيته ما كانت عاليه. انا جبت مروحه وحطيتها قدام الجهاز وسبته ودخلت انام. صحيت من النوم ولقيته لسه بيعاني. من هنا عرفت ان في حاجه غلط، وان في علم اسمه ازاي تختار الامكانيات المناسبه عشان تشغل برنامج. او هو مش علم ولا حاجه، بس هي حاجات لازم تبقى عارفها طالما قررت انك تدخل او تكمل في المجال ده. وانا النهارده هنا عشان اقول لك من واقع تجربتي ايه هي القطع اللي بتفرق فعلا في جهازك لما تيجي تتعلم برنامج بلند، سواء كنت لسه هتبدا او بدات وبقالك فتره وعاوز تعمل ابجريد او تعلي اكتر. هنعرف مع بعض كل قطعه من دول وظيفتها ايه، وهخليك في الاخر تبقى استاذ تعرف امتى تختار القطعه المناسبه لجهازك ومدى تاثيرها على شغلك وعلى اللي انت هتطلعه. وكمان هقول لك في الاخر على التجميعات والامكانيات اللي هتبقى مناسبه مع كل مستوى، سواء كنت مبتدئ او متوسط او محترف. فمن غير كلام كتير، انا اسمي بدر دياب وخلينا نبدا. في البدايه كده احنا عندنا 4 حاجات اساسيه هنتكلم عنهم النهارده، وهم اللي بيمثلوا الشغل الشاغل بالنسبه لنا، وهم المعالج او البروسيسور وبيبقى اختصاره السي بي يو، الرامات ودي اختصارها رام، كارت الشاشه وده بيكون اختصاره جي بي يو، واخر حاجه الهارد ديسك او مساحه التخزين، ودي ممكن نديها اختصار دلوقتي اس اس دي. كل قطعه من دول جوه جهازك ليها دور حقيقي جوه البرنامج، وانا هنا هفترض انك ما عندكش درايه كامله بالقطعه دي بتعمل ايه بالظبط، بس اعتقد ان احنا لو شبهناها بحاجه مثلا زي المطبخ كده ده هيساعدنا في فهم الموضوع ببساطه. اول حاجه المعالج او البروسيسور او السي بي يو، وده بيكون العقل المدبر للجهاز، وهو المسؤول الاول عن اداره كل العمليات اللي بتحصل في الباك جراوند او في الخلفيه جوه برنامج بلند. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيحسب حركه الاوبجكتس مع بعض، هو اللي بيفكر في الجاذبيه، هو اللي بيحسب السيميوليشن، هو اللي بيشغل النودز اللي بتربط الماتيريالز او الخامات مع بعض، وكمان بيشغل البرنامج نفسه من الاساس. فلو فتحت مشروع او بروجكت كبير وبدات تحرك الكاميرات وتغير في النودز وتتحرك جوه الفيو بورت وتضيف موديفايرز، كل ده بيحصل من خلال المعالج. وكمان بيستخدم في الريندر احيانا. حط تحت كلمه احيانا دي خطين عشان هنرجع لها قدام شويه، وده عشان هو ليه ميزه وعيب. وده لو كده هنشبهه بالمطبخ، هنقول مثلا انه هيبقى زي الشيف اللي بيطبخ وبيشرف على كل طبخ. تاني حاجة معانا وهي الذاكرة أو الرام، ودي المساحة اللي البرنامج بيشتغل فيها. كل ما كانت أكبر كل ما قدرت تشتغل على مشاريع أكتر وأكتر، وكل ما قدرت إنك تفتح حاجات مع بعض من غير ما الجهاز بتاعك يهنج. الرامات ببساطة هي الذاكرة المؤقتة للجهاز اللي بيستخدمها عشان يشغل برامج ويخزن فيها البيانات اللي شغالة دلوقتي على البرنامج. يعني لما تفتح بلندر وتبدأ تضيف الأوبجكتس بتاعتك وتبدأ تحط الصور وتبدأ تتعامل في الفيزيكس أو في السيميوليشن، ده كله بيتخزن مؤقتا في الرام. ولو الرام بتاعتك قليلة فالجهاز هيبدا يستخدم الهارد ديسك كبديل، وساعتها هتلاقي كل حاجه يا اما بتهنج يا اما بتقفل فجاه. وده برضو كده ممكن نسميه لو احنا في المطبخ يبقى عامل زي الرخامه اللي انت بتجهز عليها الاكل، لو صغيره هتبقى مزنوق والحاجات بتاعتك هتبدا تقع منها. ثالث حاجه بقى وهي اهم حاجه بالنسبه لي بصراحه، وهو كارت الشاشه او الجي بي يو، وده نجم الشو في بلندر، خصوصا لما تيجي تعمل ريندر على سايكل. لو فعلت الجي بي يو كومبيوت، بلندر هيركز على استخدام كارت الشاشه في الريندر بدل المعالج، وده بيخلي الريندر اسرع بكتير جدا. الجي بي يو مش مسؤول بس عن الريندر، الجي بي يو كمان مسؤول عن عرض الفيو بورت وانت شغال، يعني كل حركه بتحصل قدامك والسموزنس او النعومه بتاعتها. فكل ما كان كارت الشاشه بتاعك اقوى كل ما هيبقى الريندر بتاعك اسرع، كل ما هتاخد تفاصيل وجوده اعلى. وهنا بقى عايزين نقول حاجه مهمه قوي، هو انه كارت الشاشه بتتقاس قوته من خلال ايه؟ بتتقاس قوته من خلال حاجه اسمها الفي رام. وافرق ما بين الفي رام بتاعت كارت الشاشه والرامات اللي كنا لسه بنتكلم عليها من شويه، دي حاجه ودي حاجه ثانيه. الفي رام اللي في كارت الشاشه هي المساحه اللي الكارت هيقدر ان هو يستوعبها عشان يحط فيها ريندر ويعرضها او يخرجها. وده هنا ممكن نسميه مثلا ان هو يبقى زي الفرن او البوتاجاز المسؤول عن انه ياخد كل حاجه انت جهزتها ويطبخها ويوصلها للشكل النهائي. رابع حاجه معانا بقى هي وحده التخزين او الهارد ديسك، وده هو المكان اللي بيشيل كل ملفاتك ومشاريعك والماتيريالز والخامات والمكتبات اللي انت بتعملها جوه برنامج بلند. بس هو مش مجرد مكان للتخزين وبس، لا هو كمان بيأثر بشكل مباشر على سرعه فتح البرنامج وعلى سرعه حفظ وفتح المشاريع وعلى تحميل الصور والخامات الكبيره وعلى استجابه البرنامج نفسه اثناء ما هو شغال. وده ممكن نقول عليه مثلا انه الثلاجه اللي فيها المكونات بتاعتك لو كانت بطيئه كل حاجه عندك هتبقى بطيئه وهتتاخر. طيب دلوقتي هعتبرك سالتني سؤال مهم جدا وبيقول استنى يا عم بدر، انت دلوقتي قلت ان المعالج ممكن يستخدم في الريندر وكمان قلت ان الكارت بيستخدم في الريندر، ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ اقول لك انت شاطر ومركز، وعشان كده تعالى اقول لك الفرق ما بين الاثنين دول. كارت الشاشه هو الاساس والاسرع في عمليه الريندر، بس لو تفتكر احنا قلنا ان قوه كارت الشاشه بتتقاس بالفي رام، ودي اللي بتفرق من كارت للتاني.
فمثلا في كروت هتلاقيها 4 جيجا، في كروت 6 جيجا، وفي كروت 8، وفي كروت 12، وفي كروت 16، وفي كروت 24 جيجا. كل ما يكبر البروجكت بتاعك او تستخدم خامات او ماتيريالز دقتها عاليه قوي 4K مثلا او 8K، كل ما ده بيحمل وبياخد مساحه من الفي رام بتاعت الكارت. ولما بيعدي الليميت بتاع الكارت بتاعك بيدي لك الايرور او الرساله اللي بتقول سيستم از اوت اوف جي بي يو ميموري. وهنا هيبقى قدامنا حل من اتنين: يا اما تقلل من الحاجات اللي انت حاططها جوه المشهد بتاعك، وتقلل من جوده الخامات او الماتيريالز اللي انت بتستخدمها عشان تقدر تبقى في نفس المستوى بتاع الفي رام بتاع الكارت اللي معاك، وبكده هتقدر ترندر عليه من غير الرساله دي. او الحل التاني بقى انك تسيب كل حاجه زي ما هي وتسيب الموضوع ده على بروسيسور، هو هيقدر يقوم بالواجب، بس مقابل كده هتلاقي فيه بطء شديد جدا، وطبعا هياخد وقت اطول بكتير في الريندر من اللي بياخده كارت الشاشه. وده الفرق ما بين الاثنين في الريندر. كارت الشاشه بيبقى سريع جدا في الريندر، بس ليه مساحه معينه لازم تلتزم بيها، والمعالج بيقدر يتعامل مع كل دوت، بس مقابل كده هو بطيء وبياخد وقت اطول بكتير من اللي بياخده كارت الشاشه. الفيديو الجاي هقول لك ازاي تقدر تعمل اوبتمايز وتنظيم للريندر بتاعك عشان تقدر تستخدم كارت الشاشه في الريندر، او ايه هي الحاجات اللي ممكن تعملها وانت شغال في البرنامج عشان تاخد اقصى استفاده من كارت الشاشه بتاعك، وما تسيبش الجهاز بتاعك يقعد يرندر الفريم الواحد في 5 ساعات، وتولع في البرنامج وتولع في الجهاز وتولع في البيت زي ما كنت عامل. طيب هنا هقول لك على 4 نصايح مهمين جدا حطهم حلقه في ودنك. اول حاجه، لو شغلك هيكون ليه علاقه بالسيميوليشن الكتير او السكالبتنج او الانيميشن، تم جدا بالسي بي يو او بالبروسيسور. تاني حاجه، الرامات بتاعتك ما ينفعش تقل عن 16 جيجا عشان ما تتضايقش وانت شغال من البرنامج. تالت حاجه، كارت الشاشه بتاعك ده ابنك المدلل، لو سخن لازم تبرده، ولو اتوسخ لازم تنضفه، ولو مش لاقي تهويه اشتري له تكييف او مروحه على الاقل على حسابك. والكروت بتكون نوعين، نوع اسمه نفيديا ونوع تاني اسمه اي ام دي. نصيحه مني، خليك في الكروت بتاعت نفيديا. رابع حاجه هو ان الهارد بتاعك لو اتش دي دي كل حاجه عندك هتبقى بطيئه، حتى لو عندك كارت شاشه قوي استخدام الهارد الاتش دي دي مش هيكون احسن حاجه. افضل انك تستخدم هارد يكون نوعه اس اس دي، او لو الميزانيه تسمح يكون من نوع اسمه اس اس دي ان في ام اي. ده بيفرق بشكل رهيب خصوصا في المشاريع اللي فيها ملفات كتير. ممكن على الاقل تخلي الهارد الاس اس دي للنسخه وللبرامج، وتخلي الهارد الاتش دي دي للتخزين وحفظ الملفات. ده طبعا لو الميزانيه ما تسمحش ان الهاردات بتاعتك كلها تكون اس اس دي. ودلوقتي بقى هنيجي عند الجزء اللي انا عارف انك ممكن تكون مستنيه، وهيكون محل خلافات وجدل وخناق وحاجات قد كده في الكومنتات. انا هقول لك على وجهه نظري في الامكانيات اللي انت محتاجها على حسب مستواك جوه برنامج بلندر. خلينا نبدا مثلا دلوقتي بالمستوى المبتدئ. المستوى المبتدئ البروسيسور بتاعك يبقى من نوع انتل كور اي 5 من الجيل العاشر او نوع تاني اسمه اي ام دي رايزن 5 من الجيل الثالث او احدث. الرامات بتاعتك ما تقلش عن 16 جيجا دي دي ار 4. كارت الشاشه بتاعك افضل يكون نوعه انفيديا جي تي اكس 1650 النسخه ال 4 جيجا، او اي كارت تاني يكون 4 جيجا من انفيديا. وحده التخزين او الهارد يكون اس اس دي ويكون مساحته 250 جيجا. طيب تعالوا نروح بقى للمستوى المتوسط. افضل ان يكون البروسيسور بتاعك من نوع انتل كور اي 7 من الجيل ال 12 او احدث طبعا، او النوع الثاني اللي هو اي ام دي رايزن 7 الجيل الخامس او احدث طبعا. الرامات بتاعتك افضل تكون 32 جيجا دي دي ار 5. كارت الشاشه هنا في المستوى ده عن تجربه انا افضل يكون النسخه الار تي اكس 3060 النسخه ال 12 جيجا. وحده التخزين بتاعتك او الهارد تكون 500 جيجا بايت او 1 تيرا بايت من نوع اس اس دي. المستوى المحترف بقى خلينا نقول انه بروسيسور مثلا كور اي 9 من الجيل ال 13 ممكن يكون كويس، او اي ام دي رايزن 9 من الجيل السابع ده هيكون كويس جدا. الرامات بتاعتك تكون 64 جيجا بايت دي دي ار 5. كارت الشاشه بتاعك يكون ار تي اكس 4080 او ار تي اكس 4090 او يدينا ويديكم ربنا ويكون ار تي اكس 5090 اللهم امين. وحده التخزين بتاعتك تكون 1 تيرا بايت او 2 تيرا بايت من نوع اس اس دي ان في ام اي. طيب احنا كده اتكلمنا على اجهزه البي سي. وفي فرق ما بين البي سي واللابتوب. البي سي الجهاز الثابت اللي ما بيتحركش، اللابتوب اللي انت تقدر تتحرك بيه. طيب لو انت بقى عاوز تشتري لابتوب جديد، وتعالى نقول مثلا لو انت لسه بتبدا، فانت ممكن تدور على حاجه تكون الكارت بتاعها جي تي اكس 1650 والرامات بتاعتها 16 جيجا، حاجات هيشغلوك كويس جدا في البدايه. ولو انت في المستوى المتوسط فانت ممكن تدور على حاجه يكون كارت الشاشه بتاعها يكون ار تي اكس 3060 سرعته هتكون كويسه جدا معاك في الريندر. ولو انت في المستوى المحترف والشغل بتاعك تقيل وبتشتغل على مشاريع ضخمه، ممكن تعتمد على كارت شاشه يكون ار تي اكس 4070 او 4080. دول ما بيهزروش. حاجه اخيره بس عايزين نقولها هنا في الحته بتاعت اللابتوب، انه اللابتوب التعديل اللي فيه بيبقى مقتصر بس على الرامات والهارد، اما كارت الشاشه بيبقى صعب جدا ان انت تغيره. فلو انت اشتريت لابتوب حاول تشتري لابتوب يكون الكارت بتاعه كويس، وممكن بعد كده تعمل ابجريد او تعلي الرامات والهارد بتوعه. وحاجه كمان هي انه الفي رام في الكروت اللي في البي سي بتبقى اعلى من الفي رام اللي في نفس الكروت في اللابتوب. يعني مثلا عندك النسخه الار تي اكس 3060
3060 هتلاقيها في البي سي 12 جيجا في رام، في اللابتوب هتلاقيها 6 جيجا بس في رام. طيب يا بدر، هو انا لو معايا ماك اشتغل عليه بلندر؟ بصراحه هو ينفع، بس خليني اقول لك هنا على كل حاجه من الاخر وبطريقه واضحه. بلندر بيشتغل على ماك وكل النسخ بتنزل عادي من الموقع الرسمي، بس وهنا البس دي كبيره قوي. اول حاجه بلندر بيشتغل بكفاءه اعلى على اجهزه ويندوز، مش عشان الابل او الماك وحش، لا، هو هنا ببساطه اغلب الاضافات او الادونز او كمان بعض البلجنز اللي بتنزل وكمان الخواص بتاعه الريندر بتكون اوبتمايزد او اكتر موجهه لاجهزه الويندوز. تاني حاجه اجهزه ابل بقالها فتره ماشيه بكروت اسمها ابل سيليكون زي الام 1 والام 2 والام 3. بلندر حاليا شغال معاهم بس مش بنفس المرونه اللي بيشتغل بيها مع كروت انفيديا. يعني الريندر على سايكلز مثلا لو انت بتقارن ما بين ماك بوك ام 3 برو ولابتوب فيه ار تي اكس 4080 غالبا الار تي اكس هيكسب. النقطه الثالثه بقى هو ان معظم التوتوريالز والدروس وكمان الاعدادات وحتى المشاكل بتاعت بلندر اللي الناس بتشرح لها وبتقدم لها حلول دايما بتكون متصممه للويندوز. الخلاصه اللي انا اقدر اقولها ان انت لو معاك جهاز ماك ومش ناوي تغير ممكن تشتغل عليه، وكمان هتقدر تعمل عليه حاجات كتير كويسه. بس لو ناوي تشتري جهاز مخصوص عشان بلندر اشتري جهاز ويندوز بجهاز كارت شاشه يكون محترم، هتاخد منه اداء اعلى وحريه اكتر ودعم اقوى في كل المجالات. في النهايه انا حابب اقول لك ان انا بدات من جهاز بسيط جدا وامكانياته تعتبر محدوده. كنت فاكر ان الجهاز يقدر يشغل اي برنامج، بس اللي عرفته انك لو مش مجهز مطبخك صح هتفضل مستني الاكل كتير قوي وغالبا هيتحرق. فنصيحه مني يا صديقي، ابدا بالامكانيات المناسبه ليك دلوقتي وطور نفسك واحده واحده على حسب المستوى اللي انت بتوصله وعلى حسب الشغل اللي بيجي لك وعلى حسب الكواليتي اللي انت عايز تطلعه. وبكده نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. اتمنى يكون الفيديو ده وضح لك الصوره وعرفت ايه هي الامكانيات اللي انت محتاجها عشان تبدا رحلتك جوه برنامج بلندر او حتى تكمل وتعلي المستوى بتاعك. لو عندك اي اسئله او اي استفسارات او اي ترشيحات معينه محتاجها لقطعه معينه ممكن تكتبها في الكومنتس. وفي الاخر لو استفدت ممكن تعمل لايك، ولو شايف او حابب انك ممكن تشوف المحتوى بتاعنا تاني ممكن تعمل سبسكرايب. شكرا لمتابعتكم، اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.